تخيل أن هذا الإنسان شرى جنة ب3 دراهم، وغادي يجيك أمر غريب وعجيب. وهذه القصة من أعجب القصص اللي وقعت في الزمن ديال بني إسرائيل. واحد القصة اللي غادي تخليك تبدل بزاف ديال الأفكار وبزاف ديال الأشياء في الحياة ديالك. كتبدا القصة في الزمان ديال بني إسرائيل. كان واحد الراجل عابد لله سبحانه وتعالى، كان ما كيديهاش في الناس، كان دائما منعزل واحد المكان مرتفع، واحد المعبد كيعبد الله سبحانه وتعالى، وما كيلتفتش لهذيك الأشياء اللي كتغري الناس، بحال مثلا يجمع الفلوس بزاف أو بزاف ديال الأمور اللي كتغرينا في هذا الوقت. هذا كان كيعبد الله سبحانه وتعالى فقط. واحد الوقت تقاضت له الماكلة، بقى بالجوع، قال شنو غادي يدير؟ غادي يهبط يشري شي ماكلة من المدينة. فهو نازل كانت عنده 3 دراهم في الجيب. تخيل هذا المشهد. هذا وصل وشرى هذيك الماكله وطالع بها للمعبد ديالو بحال ديما. وهو طالع في الطريق وهو يلقى واحد المراه ومعها الايتام ديالها، مراه يعني باين عليها الفقر والجوع، كذلك حتى الاطفال ديالها هازيلين من الجوع. واحد المشهد اللي كيقطع في القلب، واي انسان عنده الرحمه القلب ديالو والانسانيه غادي يلتفت لهذيك المراه والصغار ديالها. فملي شاف فيها قالت له يا عبد الله هل لك ان تعطيني مما اعطاك الله؟ فشاف فيها وشاف هذيك الاشياء اللي شرا 3 دراهم، بقى كيشوف ويتامل. فقرر صافي قرر وعطاه هذاك الشيء كامل، يعني ما خلى راسو حتى شي حاجه، وقال يا ربي انا ابتعت الجنه ب3 دراهم، يعني شريت منك الجنه ب3 دراهم. تخيل يعني انت تقول الله سبحانه وتعالى هذه المسألة هذه هو يقين، هو ماشي مثلا أنك صافي كثرتيها على الله ولا ما مثلا عملتي شي غلط، لا، هذاك اعتقاد عندك في الله سبحانه وتعالى كبير، حيت أنت كتملك 3 دراهم، هذاك هو يعني الملكة ديالك أو الممتلكات ديالك كاملين، يعني عطيتي من الله سبحانه وتعالى كل ما تملك. مثلا حتى إلا جا واحد الإنسان مثلا عنده 1,000,000 وعطاه 1000 درهم، ضروري أنت غادي تكون أحسن منه، حيت أنت عطيتي كل شيء، أما هو عطى غير واحد الجزء مما يملك. هذا هو السر الرباني، هو أنك تعطي من القليل. كيقولوا اللي ما كيعطي من قليل ما غادي يعطي من كثير. فملي رجع المعبد ديالو هو بالجوع ونعس، ولكن كان فرحان في الداخل ديالو، حيت هو عمل واحد الحاجه اللي هي كبيره بزاف، انه اعطى داكشي اللي كيملك كامل. فملي نعس هو بالجوع جاته واحد الرؤيه، واحد الملك قال له ذلك الملك يا فلان لقد اشتريت الجنه ب3 دراهم وقد اعطاك الله اضعاف ما طلب. وشوف هذه القصه هذه وشوف المعاني ديالها، يعني واحد الانسان ما بخلش ولو بالقليل، داكشي اللي في يدك قليل مثلا وشفتيه قليل هو كيبان لك قليل، ولكن عند الناس اخرين راه كثير او غادي يحتاجوه او واقفين عليه. يعني ما تستهانش بالاشياء الصغيره، نقطه بنقطه كيحمل الود كما كيقولوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول ولا تحقرن من المعروف شيئا، والله سبحانه وتعالى كيقول ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره. يعني هذيك مثقال الذره راه لا شيء، يعني واحد الثقل الوزن ديالها ما كاينش الوزن اصلا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعكش. تخيل خيرا يراه، يعني غير اعمل وغير نوي الخير تلقى الخير. عجبتك القصه وبغيتي تشاركها مع الناس وبغيتي تستافد من اجر حتى انت، شاركها مع الاصدقاء ديالك، بارطاج وما تنساش شي جيم واعمل شي تعاليق، قلنا الراي ديالك في التعاليق، او عندك شي قصه وبغيتي نشاركوها مع الناس باش نستافدوا جميعا ما تبخلش علينا بها.